اهلا وسهلا بيك في الدهان. المره اللي فاتت اكلتني على مزاجك، المره دي هاكلك على مزاجي. النهارده هنقضيها مع بعض يوم عشاق الفراخ. هنبتدي بالشيش طاووق، وهننزل بالفراخ المشويه، وهننزل بالفراخ البانيه، وطبعا هننزل معاهم البرام المعمر الساده. هنبتدي بالبرام المعمر معمول بالكريمه، عايزك تدوق وتستطعم الرز. اتفرج على جمال الفراخ البانيه، التحميره بتاعته لونها الذهبي المميز بتاع الدهان دي، تقطعها كده وتاكلها مع البرام المعمر. جرب بقى وقول لي رايك في الطعم ده. جرب بقى الفراخ البانيه برضو بالبابا غنوج. ايوه بالظبط كده تمام. ده الشيش طاووق المميز بتاع الدهان بالخلطه الدهان الشهير. عايزك تجرب بقى الشيش طاووق بالطحينه، جرب بالطعم والتسويه بتاعته خطيره. اتفرج برضو على جمال الفراخ بتاعت الدهان، الفراخ المشويه دي مع شقه العملاء. في ناس من عشاق الصدر وفي ناس من عشاق الورك. انت بتحب ايه؟ الصدر. انا برضو من عشاق الصدر زيك، بس انت خدته مني المره دي. طبعا الفراخ عند الدهان مميزه جدا. انبسطت معانا النهارده في تجربه الفراخ دي لعشاق الفراخ فقط. عجبك فراخ المشويه ولا شيش طاووق ولا الفراخ البانيه؟ عجبوك الثلاثه؟ هنستنى بقى الحلو اللي لسه في الفرن وهيجي لنا سخن على طول. طبعا الحلو اللي قلت لك عليه اللي هو في الفرن، اللي هي الكنافه بالقشطه تقدم سخنه. نزلك الحاجه الحلوه بقى دلوقتي مع شقه العملاء كلها في رمضان. دي طبعا كنافه بتقدم سخنه، دي كنافه محشيه قشطه. جرب بقى الكنافه وجمالها، اتفرج على الحشو بتاعها. والكنافه بالطبع موجوده معانا طول السنه، وطبعا هتبقى لها طعم تاني ومذاق تاني في رمضان. عجبتك؟ الف هنا، واستناني في كل جديد مع الدهان. الدهان واحد بس.